الرز الطويل ما عم ينجح معك والرز القصير ما عم ينجح معك؟ قولي مع خالة دلال وداعاً لفشل طبخ الرز. تابعي الفيديو رح تاخدي رز مفلفل وبيجنن. أكتر الأشخاص بيحطوا هالرز بيقولوا تصويل، بيكبوا عنه مي مرارا وتكرارا. هذا غلط. التنظيف الحقيقي بهالطريقة، إن كان رز قصير وإن كان رز طويل. وملاحظة مهمة، اوعك تنقعي الرز بمي سخنة. حبيبة قلبي تابعي الفيديو، جربي طريقتي مرة وحدة وشوفي صدق كلامي ورح تدعي لي بإذن رب العالمين. تابعيني. وحبيبة قلبي بالنسبة لطبخ الرز القصير بيختلف السائل ممكن يكون ماء، ممكن يكون ماء لحم، ماء دجاج. الرز القصير كل كوب رز اللي بتعيري فيه الرز كوب وربع ماء، بطلع معك مفلفل بجنن. رز طويل، مي عادية باردة ومعلقة ملح. نقعت 3 كاسات رز طويل، رح ننقعه لمدة نص ساعة. بنفس الكاسة منعير مقدار الماء. كل كوب رز طويل بحاجة لكوب ونص ماء. هالنقع مفيد، أفضل لك من غسله مرارا وتكرارا تحت الحنفية وبتبحريه على أساس تتخلصي من النشا. هذا غلط. هاي الطريقة الصحيحة. بتحطي مي عادية، بتحطي ملح ليشد القوام ولحتى نقضي على المادة التخزينية اللي بيحطوها أثناء التعبئة، ونقعه لمدة نص ساعة أو ساعة. ما عنا مشكلة، بيطرح الرز النشا تبعه، والدليل بتلاقي المي صارت بيضة بعد ساعة. هذا الغسل الحقيقي والنظافة الحقيقية. دقيقتين وبطفي عنا. رح انتقل لطبخ الرز. بطنجرة منحط زيت سمسم أو البديل زيت زيتون أو البديل زيت نباتي. رح نضيف البصل وحدة، ثوم، بشر ليمون. رح أصفي الرز ومباشرة أضيفه. رح نضيف الرز. نسمع هالصوت. بدنا هالزيت يغلف هالرزة مشان يطلع مفلفل. رح نضيف مقدار الماء. بضيف مي عادية وممكن مي سخنة، جود بالموجود. كل كوب رز كوب ونص مي للرز الطويل. منعدل الملوحة والنار بتكون قوية. منتابع طبخ الرز. طلعت الثقوب. ممكن تحطوا معلقة زيت السمسم، ممكن تحطوا سمنة، انتوا حرين. انا ما بدي احط شيء. اخفف النار واتابع طبخه. خلصنا، رح نطفي عنه، نتركه بس 5 دقايق يرتاح. بتكات المطاعم واسرارها، دلال حناوي. اوعكم تقولوا تخبيص، جربوها واحكوا.